فواحد العالم اللي تعرض لواحد الكارثة كبيرة. كانت عايشة بنت بوحدها فمزرعة فوسط واحد الواد، ما بقى حتى واحد فالعالم غير هي وكلبها اللي دايما مرافقها. مني كتحتاج شي حاجة كتخرج المدينة الخربة باش تجيب الضروريات، ولكن ديما كتغطي جسمها كامل باش ما يدخلش ليها الإشعاع، وكتدي معاه قرعة ديال الأكسجين باش ما تشمش الهواء الملوث. طريق طويل، ولكن كيبقى أحسن من أنها تعيش في بلاصة فيها التلوث. الواد كان باين انه امن، وكل مره كتدوز كتستحمى مزيان في الليل، والكلب ديالها كينعس حداها باش تحس بالونس. نهار على نهار الروتين ديالها هو تشوف الحيوانات في المزرعه، تفقد الاسلاك اللي دايره باش تحمي بلاصتها، وكتشيك الفخاخ اللي حطاهم في الغابه. الكلب ديالها كيعاونها يلقاو الارانب غير بالرائحه. فنهار من الايام وهي غاديه في الطريق تفاجات بواحد الطوموبيل خاويه. قربات تشوف شنو كاين، ولكن الكلب عطاها اشاره باللي شي حد قريب. جراو وتخباو وسط العشب، ومن تما شافوا راجل لابس بدله مضاده للاشعاع جاي يهز الطوموبيل ديالو ويكمل الطريق. مني شافت هذا الراجل بدات كتتبعو من بعيد. الراجل خرج الجهاز وبدا كيتاكد واش المنطقه فيها الاشعاع ولا لا. ملي شاف انها امنه حيد الخوذه وبدا كيتنفس الهواء نقي. فرح بزاف، وحتى هي تفاجات. منين خرجت من البلاصه اللي كانت مخبيه فيها لقاتو كيتغسل تحت الشلال. جرات ليه باش تحضروا، ولكن حيت كانت شايله البندقيه هو ظن باللي باغا تهجمو، وطلع السلاح حتى هو. ضرب قرطاس في الهواء وسولها فين الناس. هي رفعت يديها وشرحات ليه باللي الماء ديال الشلال ملوث. الراجل تخوف وبدا كيجري للطوموبيل، خرج الجهاز وتيقن باللي فعلا كان كيتغسل في الاشعاع، وبدا كيحس بالغثيان. رجع كيطلب منها تحقنه بالابره اللي فيها الدواء. هي خدات الابره وحقناته، وقال ليها انه محتاج هاد الدواء مره في النهار. طلب منها تحرق ليه حوايجو الملوثين قبل ما يدخل الواد. وملي وصلوا للمزرعه قالت ليه حيد كل شيء، وها هي غسلاتو بما نقي، وحتى الملابس فرقاتهم باش ما يبقاوش ملوثين. الراجل كان ضعيف بزاف، حتى مشى حملاتو باش تحطو في الفراش. الصباح مشات للطوموبيل ديالو وجابت الحوايج ديالو، حتى لقات صور ديالو مع واحد المراه. ومع مرور الايام مبقاش كتعتني بيه، كتقيس الحراره، كتسخن ليه الماكله وكتحقنو في الليل. ولكن كانت كتسمع بالليل سريرو كيتحرك وكيقشعر من الحمى، فكانت كتقلس حداه بالسوايع بفوطات مبلله باش تبرد ليه جسمه. من بعد ايام فاق الراجل وبدا كيتحسن، وبقى كيشوف الاماكن. سولاتو على عائلته، وهو سولات على بيزونط ديالها. هي قالت ليه ان باها كان دايما كيقول ليهم يبقاو في المزرعه حيت الواد كيحميهم من الاشعاع. ولكن عائلتها في نهار خرجت تقلب على ناجين وما رجعتش. الراجل ما فهمش كيفاش الواد نقي والاشعاع ما وصلوش، وهو كان كيقلق بزاف. ولكن هي حاولت تهون عليه وضماته. تاني يوم شافها كتنقي وكتسقي الزرع، ودخل المكتبه لقى كتب ديال الفلاحه وبدا كيقرا باش يعاونها. هي قالت ليه انها ما كتقدرش تشغل الجرار حيت البنزين سالا والمضخات ما بقاتش خدامه. الراجل وريها كيفاش تشغل المضخات بيديها، ولقاو شويه ديال البنزين. فرحات بيه بزاف. الراجل كان كيراقبها من بعيد بالمنظار وهي راكبه الجرار، والكلب كيجري فرحان وراها. في الليل صلاو قبل الماكله، وهو حكى ليها انه فاش وقعت الكارثه كان خدام في مخزن سري ديال الحكومه كباحث، وهرب حيت بغى يعيش حياة طبيعية مرة أخرى. جا وقت النوم وهي خلات باب الغرفة محلول بالعاني، ولكن الراجل شاف رجليها وبقى يشوف، ومن بعد مشى غير لوطو ونعس. نهار آخر مشات البركة تصطاد الحوت، وحتى سبحات شوية وكانت كتشوف الراجل كيراقبها. جابوا الحوت وطيبوه، وشرحات ليه أن الماء ديال البركة جاي من نفس العين اللي كتوصل للبئر. وقالت ليه ان الشتا كان صعيب بزاف حيت المولد خسر. مشى الراجل شاف المولد ولقى الموتور محروق. هي حسات بالذنب، ولكن هو قال ليها انه قديم وكان غادي يخسر عاجلا او اجلا. هو جاب فكره، يبنيو عجله ديال الماء باش تشغل المولد، ولكن خصهم خشب بزاف، وقال يهدموا الكنيسه الصغيره. هي رفضات بقوه حيت باها بناها وكان كيخطب فيها كل حد، وزيد مأمنة باللي الواد نقي بفضل هذيك الكنيسة.
ولكن الراجل قال لها ربما ربي خلاها هنا باش يبداو حياة جديدة. في الليل الكلب بدا ينبح بزاف، ولكن ما عرفوش علاش. الصباح كل واحد رجع لخدمته، هو كيرمم الآلات وهي كتشيك الفخاخ. من بعد مشى الراجل للطريق باش يجيب شوية حوايج، وهي جرات ليه لقاتو سكران. بدا يرمي الكرتونات ويتلف، بغى يدخل ينعس ولكن تزاد عليه وتقلب عليه الحال وزقاه للحائط، وهو كيعيط انه ما محتاج حتى حد يساعده. خافت وجرات لوطها. في الصباح جاي يعتذر، ولكن هي مشات للكنيسة تعزف وشافت شي حد كيراقبها، ولكن ملي خرجات ما لقات حتى واحد. مشات عند الراجل كتقول ليه الا كان سمع الموسيقى ماشي مشكل، ولكنه قال ليها انه ما كانش تما اصلا. في الليل تعشاو وشربوا شويه نبيد ورقصوا وتبادلوا البوس، ولكن قبل ما يزيدوا القدام الراجل وقف وقال ليها شكرا ورجع لبيته. من بعد رجع يشوف شنو كدير، وهو لقى انها شالت الفستان، ولكن قال ليها تلبسوا. هي تحطات وقالت لعلها ضرات غلطة، ولكن هو قال ليها انه معجب بها، ولكن خصهم شوية الوقت باش ما يتبدل والو. تاني يوم هي قالت ليه يخدم في الكنيسة، ولكنه رفض باش ما يجرحهاش. منين كانت كتشوف الفخاخ سمع الكلب كينبح بزاف وجرى للتل. تبعاتو ولقات راجل اخر سميتو ايثان، بغى غير شويه ديال الماء وضمن ليهم انه ما جايش يدير حتى شر. جابتو للمزرعه وكان ضروري توقف جون على ايثان. بدا ينصب الخيمه، ولكن البنت قنعات جون باش يخليه يدخل للدار. في الغداء صلى معاهم وحكى على السفر ديالو. جون حتى هو حكى على ولد صغير سرق منه الأكل وكان مريض بالإشعاع وطلب منه يقتله، ولكن جون رفض وخلاه يموت بوحده. إيثن بدا يحكي حتى هو على المأساة ديال المناجم. واحد الراجل من العصابة فقد العقل ديالو وقتل الناس كاملين تقريبا قبل ما يموت. البنت حسات بالحزن وبقات تواسيه، وهذا ضر الغيرة في جون. جون اعترف أنه قتل الولد وخاف تكون البنت عارفاته من الصور. خرج جون وإيثن يصطادوا وبداو كيهضروا على الراديوهات اللي كانت كتقول أن في الجنوب كاين مجتمع جديد. إيثن باغي يمشي ليه، ولكن جون ما مقتنعش بوجود شي حد تما. شافوا ديك الرومي وقال إيثن اللي ضربوا الأول ياخدو. جون تقلق، ولكن إيثن قال غير كنهضر. في الأخير جون ضرب الطير. في الليل كلاو ديك الرومي، ولكن سيرة العجلة خلات الجو محرج. بغاو يلقاو طرق أخرى يجمعوا الخشب، ولكن ما كاينش أدوات ولا مباني مزيانين. إيثن قال لهم الكنيسة هي الحل، وفي الأخير وافقوا. بداو كاملين يفكوا الكنيسة، وإيثن والبنت كانوا كيتبادلوا النظرات، وجون بدا كيزيد كيتقلق. من بعد بداو كيجمعوا الكابلات ديال الكهرباء. البنت تزيرات وسمحات في البكاء على الكنيسة، وإيثن وسعها وقال لها أنه إيمانه كبير وأن الإيمان هو اللي حمى الوادي. رجعت فرحانة حيت لقات شي حد كيتفاهم معها، وجون كان كيشوفهم بعيون ممفهومينش. في الليل قال لها جون بحال اللي باغي بعدها سيري مع إيثن، انتي محتاجة تكتشفي شنو باغا. هي ما فهماتش علاش وتقلقات. باتوا خدامين حتى سالاو نص العجلة. نهار آخر إيثن لبس البدلة ودخل للماء الملوث باش يكمل يخدم، وبانوا نتائج كبيرة. في الليل شربوا وضحكوا ولعبوا في البحيرة، وجون بدا يحس براسو طرف ثالث حيت البنت وإيثن باينين متفاهمين. وهم راجعين جون انفجر وقال ليها أنه كيبغيها، ولكن هي ما ردات والو. في الصباح كان سكران وناس. هي تقلقات ومشات عند إيثن ودخلوا الحمام وقربوا من بعض. تاني يوم الفطور إيثن لمس يدها قدام جون، وهي حسات بالحرج وخرجت. الرجال اتفقوا يخدموا بوحدهم، ولكن بداو كيهضروا عليها بزاف. إيثن عرف أن جون غيران بزاف وقال يمكن يبقى هنا وما يمشيش للجنوب. رجع إيثن يخدم في العجلة وركب آخر القطاع، وها هي اشتغلت. فرحوا كاملين، ولكن فاش إيثن طلع رجلو تزحلقات، وجون شد الحبل بشدة وأنقذو.
ولكن في المرة الثانية تزحلق مرة أخرى. وهنا جون دار نظرة خطيرة ووقف ومتحركش. بعد لحظات رجع جون وحده. البنت حاولت تعتذر على البارح، ولكن جون قاطعها وقال ليها أن إيثن مشى للجنوب. هي صدقاتش، ولكن ما عجبهاش الحال. خرجات كتقلب عليه وما لقات والو. رجعت للمزرعة ولقات جون وصل الأسلاك والكهرباء رجعت في الدار. نقل الأوروغين للإسطبل، كانت كتعزف وهو كيبتسم غير من بعيد. وهنا كيسالي الفيلم. شكرا على المشاهدة، وما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناة، ونشوفكم في الجديد على دي جي كانز.